في خطوة غير مسبوقة على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية، أشرف اليوم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو على افتتاح مقر الفيفا الإقليمي رفقة كل من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس مونتسيبي، في لحظة رمزية تعكس المكانة التي بات يحتلها المغرب على مستوى صناعة كرة القدم العالمية. ويتواجد المقر الجديد للفيفا بمركب محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا إلى جانب مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وهو مصمم بشكل حديث يجمع بين الحداثة والأصالة المغربية، كما يتوفر على مرافق عدة وعدد كبير من المكاتب والمرافق الخاصة بالفيفا ومكاتب تنكب على الكرة الإفريقية، فضلا عن مكاتب خاصة بالإشراف على مسابقات الفيفا في إفريقيا مثل مونديال 2030. اختيار المغرب لهذا الدور المحوري لا ينفصل عن الدينامية الكبيرة التي شهدها المشهد الكروي الوطني خلال العقد الأخير، حيث تحولت المملكة إلى منصة محورية لاحتضان كبريات التظاهرات الدولية.